عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه؟ طريقة عمل ايه؟ القطايف إيه؟ في البيت. طريقتها بقى ايه؟ سهلة جدا قوي وبسيطة قوي. ده كوباية الا ربع ايه؟ سميد وثلاث كوبايات ايه؟ دقيق. هنا عندي سكر، معلقتين ونص سكر، خميرة، بيكنج باودر، كربوناتو. وعندي برضو الفانيليا، بس انا مخليها فين؟ في الاخر. طبعا مش هقول لكم بقى على الطريقه بتاعتها. احنا هنمشي مع بعضينا خطوه بخطوه. وعلى فكره الثلاث كوبايات دول انا منخلطهم في ما عنديش بتاع ده، غربال اللي هو بيمنخلوا بيه. فجبت المصفى بتاعت العصير ورحت عاملها في مصفى العصير. وهنشوفوا بقى طريقه جديده شويه. ماشي، هنبدأ. انا جبت المكبة عشان هعمل معايا كوبايه الا ربع دي سميد. هنضربها في المكبة بحيث ان هي تنعم مع مستوى الدقيق الناعم ده، بحيث ان كلها تخلط مع بعضيها وتبقى متماسكة مع بعضيها. ادينا هنقلب اهو. ادي الكوبايه الا ربع هنمشي مع بعضينا خطوة بخطوة. اهي اديكم شايفين انا عملت بقى. عملت طريقه هي حلوه قوي تظبط معايا الدايره بتاعتها. هم اللي انا بعبي بيه اللي انتوا شايفينه ده، اللي انا بعبي بيه العصير اللي انا بعمله في الازايز. فده بيظبط معايا الدايره زي ما انتوا شايفين. بصوا الدايره بتبقى مظبوطه ازاي معايا واخر حلاوه. بس انا لسه نيه. بصوا اهي لسه نيه صبيت زي ما انتوا شايفين بصوا الجمال والحلاوه بتاعتها ودينا مع بعضينا كده. هنوريكم واحده واحده. في ناس لما بيستوى الظهر كده بيقلبوها على على الجنب التاني بتبقى الوش بتاعها متحمر. بس الاشياء كده تتشال كده لما اول العلامات بتاعتها. اول لما العجين اللي في النص ده كده يبدا ينشف، يبقى خلاص استوت، اقدر اشيلها. اوريها لكم. بس اللهم صل على النبي. بصوا كمان الظهر بتاعها. الله الله الله، ايه الحلاوه دي ابو شكري. هنبدا نحطها. انا محضر صينيه كبيره جنب مني اللي يستوى نفضيه فيها كده اهو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. طبعا دي فردت ليه؟ لان العجينه جت على حرف الطاسه ففردت. بس برضو شياكه. اديني خلصت العجينه بتاعت القطايف. بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. بصوا الظهر كمان عامل ازاي يا جماعه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا ابو شكري. ادي طريقه. دي وريتكم طريقه العجينه بتاعت القطايف من الالف للياء زي ما بيقولوا كده، او خطوه بخطوه. واديني عملتها على الطاسه ولا احط زيت ولا اي حاجه كده على من الطاسه. خليت الطاسه بتسخن. مده السخونيه بتاعتها عاليه شويه عشان اول لما تنزل العجينه على الطاسه تمسك على طول، ما تفرش، تبقى عامله زي تبقى زي الفطيره. لو النار الطاسه دي بارده وانا بحط العجينه كده، تلاقي العجينه تفرد. هتبقى الحجم بتاعها كبير اهو. بصوا شوف ازاي اهو كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو. والظهر بص ما شاء الله الظهر عامل ازاي. وبعدين عاوز اقول لكم القطايف دي القطايف يعني شهر رمضان هي والكنافه. يعني روايح شهر رمضان معروفه بالقطايف والكنافه. لكن انا عملنا طريقه عجينه القطايف وظبطناها تمام التمام وكله تمام. طبعا الحشو والآلية ده مرحله تانية بعدين، مش وقتها، لان كده تمام قوي. وان شاء الله إلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعام سعيد.